بيب جوارديولا بيقول إن الكورة فيها نوعين من اللاعبين: لاعبين ينظموا اللعب ولاعبين يهاجموا في المساحات، أو بمعنى آخر لاعبين بيلعبوا الكورة في المساحات ولاعبين بيتحركوا فيها. في الشوط الأول لماتش الأهلي وبلدية المحلة تقدر تلاحظ بشكل واضح مين لعيبة الأهلي اللي بتنظم اللعب وبيلعب الكورة في المساحة. أبرزهم طبعا كان إمام عاشور ورامي ربيعة. ومين بيهاجم المساحة؟ وهم طبعا وسام أبو علي وكريم فؤاد ورضا سليم. طبعا السرعات اللي عندك والتلاتة أسرع من بعض ومميزين جدا في التحرك بدون الكرة وبيهاجم المساحات بشكل مباشر كل واحد فيهم. طبعا كولر طبعا عرف يستغل قدرات الثلاثي وحط التشكيلة اللي تناسب المباراة دي بالذات، لأن طبعا أحمد عبد الرؤوف في بلدية المحلة بيلعب بخط دفاع متقدم، وطبعا اللي يضرب خط الدفاع المتقدم هي الكرة الطويلة من الخلف للأمام أو الكرة اللي بتكسر الخطوط عموما، ودي أبرز حاجة بتضرب خط الدفاع المتقدم. طبعا في الحالة دي قدر ينتج عنها وضعيات خطيرة، والنتيجة كانت 3-0 للنادي الأهلي في الشوط الأول لوسام أبو علي وكريم فؤاد ورضا سليم. انا عايز اقول لك ان من كتر حلاوة الشغل اللي اتعمل ومن كتر التحفيز ومن كتر التكتيك اللي كان بيتعمل، انت تشوف حتى كان كولر واقف على الخط بيسقف من كتر الاتفاق او الجمله اللي اتحفظت في التمرين اكتر من مره، وقدر ان هو يستغل الادوات بتاعته اللي قدرت طبعا تقوم بالدور ده كويس جدا. فكولر وقف وسقف بعد الهدفين سواء بتاع رضا سليم او بتاع وسام ابو علي الاول. كان شكل مميز جدا للنادي الاهلي، وكان في ديناميكيه وحركيه وحاجات كتير قوي بتتعمل في المباراه. عشان كده الاهلي طلع بشكل كويس جدا، وانا بشوف ان هو بعيد جدا عن كل فرق الدوري الموسم ده باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي. اهم حاجه بعد ده كله ما تنساش تعمل اللايك الحلو اللي زيك وتعمل متابعه لصفحتي سواء على الفيسبوك او على التيك توك او على اليوتيوب. بشكركم ومع السلامه.